فرضنا اسمع يا جاري، فاز الهلال ورجعت السلسله. ما في سلسله، السلسله ديك ما هي سلسله، وعندي وجهه نظر فيها ما له داعي. لا ماشي، بس احنا مشينا، احنا نتكلم انه كان في فتره فوز 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 الهلال، انت كسرتها. طيب الان الجمهور هل متحمل ان ترجع القصه؟ انا اذا داخل العب مع الهلال وماني حاطط في اعتباري انه الهلال ممكن يفوز، انا معناته عايش في عالم اخر. حلوين. مبدئيا يا جماعة الخير، اتحادي هلالي نصراوي ايا كان النادي اللي تشجعه، تشرفني اضافتك يا وحش. طيب يا جاري، الجماعة شغالين عليك في الاعلام ما قبل الكلاسيكو وعلى نبرة واحدة كذا. احنا عارفين انه الاداء في الايام الاخيرة هذه للاتحاد هو اداء تصاعدي عشان يرجع لمستواه، بما انه المدرب جديد وتوليفته لسه جديدة، ما طبق استراتيجيته في الملعب، لسه اللعيبة يبغى لهم وقت. فأنا حاشتغل الاتحاد الأيام هذه بسؤال واحد في الإعلام: إيش رأيك لو رجعت السلسلة حقت الهلال؟ إيش حتكون ردة فعلك؟ بالله ذا سؤال ينسأل، بالله ذا سؤال ينسأل. يعني إيش حتكون ردة فعل الاتحادي؟ حيطلع يقول لك بسم الله والحمد لله والله العظيم احنا مرة مبسوطين؟ ما حيكون مبسوط، اكيد ما حيكون مبسوط. انت تفك موضوع زي كذا للاتحاد عشان الاتحاد يقلب على الجمهور، يقلب على المدرب ويقلب على اللاعبين ويتكلم في كل شيء، يطلع من الكورة اصلا. وهذا مو دور الاعلام. مفروض تيجي تنشر لي احصائيات للفريقين في الدوري، آخر 5 مواجهات لكل فريق، آخر 10 مواجهات يا رجل، عشان تطول الحلقة. يعني أعطيني أشياء كذا أقدر أتابعها. أنا لازم أتابعك وأنا متنرفز؟ والله العظيم أنا ماني اتحادي وتنرفزت من الطرح ده. نصيحة لأي مشجع، مو بس الاتحادي طبعا، لأي مشجع. تبغى تتابع فريقك صح وتعرف إيش اللي قاعد يصير؟ يا أخي أحضر النادي، شوف إعلاميين النادي اللي بيداوموا في النادي عشان تعرف كل شيء ساير. بتتابع الإعلام بتتنرفز، وأي عمل في النادي ما بتكون شايفه ولا بتعترف فيه ولا بتشوفه كعمل أصلا. أتمنى اليوم يكون كلاسيكو حلو، بعيد عن أي قروشة إعلامية، بعيد عن الشو الإعلامي. يا ناس الكورة دي احنا نتابعها عشان ننبسط. يعني الكورة هذه انت تخرج ضغوطات الحياة هذه تيجي تفرغها في الكورة عشان تنبسط.